لولا ما كانت فضيلتك يا عم الشيخ كان زمان رجالة الحرس صفوك بالرصاص، لأنه ما يصحش برضه اللي انت عملته مع سيادة الريس مبارك كده على الملأ. كلمات وجهها زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس مبارك للشيخ الشعراوي بعد اللقاء الشهير اللي اتذاع على الهوا مباشرة سنة 1995. يا ترى ايه سبب تعنيف زكريا عزمي للشيخ الشعراوي اللي وصله انه يقول له انك كنت هتتصفى من رجالة الحرس؟ وايه اللي قاله او عمله الشيخ الشعراوي علشان يعرض نفسه للامر الخطير ده؟ وايه رد فعل الرئيس مبارك بعد ما عرف باللي دار ما بين الشيخ الشعراوي وزكريا عزمي؟ سنتعرف، تابعونا. الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية والعالم المشهور في مصر والعالم العربي كان معروف بجراءته وتصريحاته القوية، وما كانش بيجامل حد على حساب الدين، وكان ليه تصريحات وفتاوى قوية وجريئة وصحيحة، بس ما كانتش بتيجي على أهواء الكتير أو بعض الحاقدين على الشيخ، زي اللي طلعوا يتريقوا عليه في مسرحية بتعرض في الأيام ديت، أو الإعلامي اللي اعترض عليه وعلى أسلوبه واتهمه بأن هو بيدعو للتطرف والإرهاب. والحقيقة إن دي مش أول ولا آخر مرة حد يتطاول على الإمام الفاضل محمد متولي الشعراوي. قبل كده كان في لقاء على الهوا مباشرة للترحيب بالرئيس مبارك بعد عودته من أثيوبيا سنة 1995، ده بعد ما تعرض لحادثة الاغتيال، وكان هناك اجتماع كبير من العلماء ومشايخ الأزهر علشان يستقبلوا ويحيوا الرئيس مبارك، وتم إذاعة اللقاء دوت على الهوا وشاهدوا الآلاف من الناس، وكل شيخ وجه كلمة للرئيس مبارك. ولكن لما جه الدور على الشيخ الشعراوي علشان يوجه كلمته ويسلم على الرئيس، قال الشيخ الشعراوي مقولته الشهيرة لمبارك، وهي: لو كنا قدرك فربنا يعينك علينا، ولو كنت قدرنا فربنا يعيننا عليك. ومش بس كده، قام الشعراوي عمل حركة جريئة بكل عفوية، وهي اللي بسببها كان ممكن يترجمها رجالة الحرس الرئاسي الخاصة بالرئيس مبارك بطريقة غلط، ويطلقوا الرصاص على فضيلة الشيخ الشعراوي بدون تفاهم. وهي لما حط الشيخ الشعراوي ايده على كتف الرئيس وهو بيوجه له ويقول له مقولته الجريئة والشهيرة. وبعد ما انفض اللقاء وخرج الشيخ الشعراوي من القاعة، قام خرج وراه بسرعة زكريا عزمي وقال له: ما يصحش اللي انت عملته ده فضيلتك، لولا مكانتك كان زمانك متصفي بالرصاص من رجالة حرس الرئيس. فالتفت الشعراوي وهو مستغرب وبيضحك وقال له: وايه يعني؟ كانوا موتوني. فرد عليه زكريا عزمي وقال له: حركة زي انك تحط ايدك على كتف الريس دي كبيرة قوي، كان لازم تظبط افعالك شوية، واعرف برضو انك بتكلم رئيس جمهورية. وكانت لهجة زكريا شديدة شوية وزعلت الشعراوي، ولكن لما عرف الرئيس مبارك بالحوار اللي دار ما بين زكريا والشعراوي، عاتب زكريا عزمي وقال له: ما كانش ينفع برضو انك تهاجمه بالطريقة دي، انت عارف ان فضيلة الشيخ الشعراوي ما يقصدش حاجة وانا بحبه وعارف عفويته وجرأته. وقام متصل الرئيس مبارك على الشيخ الشعراوي وقال له: انا بعتذر لك على لهجة زكريا عزمي معاك، واكيد انت مقدر الموقف. وقام ضحك مع الشيخ الشعراوي بعد ما طيب خاطره وقال له: انت عارف فضيلتك رجالة الحرس دول ما يعرفوش ابوهم.